الملياردير المغربي ميلود الشعيبي أحد أمثلة النجاح التي يسعد الإنسان عندما يستمع إلى قصصها. فمن راعي غنم بسيط إلى رجل أعمال وسياسي مغربي شهير ومؤسس مجموعة هينا الاقتصادية المترامية الأطراف في عدة بلدان عربية، ومالك مؤسسة فنادق رياض موغادور المعروفة بعدم تقديمها للخمور، إضافة إلى سلسلة متاجر أسواق السلام، ليصبح أغنى رجل بالمغرب كما صنفته مجلة فوربس الشهيرة. ولد ميلود الشعيبي عام 1930 وانطلق في شق مساره الحياتي من الصفر، ويقول بكل فخر وكبرياء: لقد كانت أسرتي تعيش فقر الصومال، حتى إن أخي توفي متأثرا من الجوع. انتقل الشاب ميلود في بادئ الأمر إلى مدينة مراكش التي لم يمكث فيها طويلا، حيث كان بائعا للخضر قبل أن يشد الرحال إلى مدينة القنيطرة، حيث عمل كمتدرب في أعمال البناء البسيطة بأجر يومي زهيد. أسس في أواخر عام 1948 أول شركة مقاولات في أشغال البناء والعقارات. يصف الشعيبي سر نجاح مجموعته هينا هولدينج التي توظف اليوم ما يزيد عن 20,000 عامل بأنه نجاح لقوة الإيمان التي يتمتع بها وثقته في الله. عام 1963 كانت منعرجا حاسما بالنسبة له، ففي هذه السنة بالذات تم انتخابه رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمدينة القنيطرة، ليؤسس عام 1986 هينا هولدينج التي تفرعت عنها العديد من الشركات الخاصة. في عام 1987 نال وساما من درجة فارس لما يقدمه للاقتصاد الوطني المغربي من خدمات، كما منحه الملك الحالي محمد السادس وساما من درجة ضابط ووسام الكفاءة الوطنية من درجة قائد. في سنة 2011 حل الشعيبي في المركز 49 ضمن قائمة أغنى 50 عربيا لما حققته شركاته من أرباح في جميع الدول التي يستثمر فيها.